انا مش عاجبني الشغل ده يا ريا. اختك ايديها سايبه وهترجعنا زي ما كنا تاني. ما هي المصاريف كتيره، ويعني بتصرف في ايه؟ ما كله على البيت. طب ليه انت ما تمسكيش المصروف؟ بنقول لك لايمها احسن. مش هلايمها، ولا احنا كل يوم والتاني هنتعارك من تحت راس اختك؟ يا حسب الله شيلها من دماغك، خلي المركب تمشي. ايوه المركب تمشي. اختك بقى لازم تفهم ان المركب دي لها ريس واحد اللي هو انا، يعني الكلمه كلمتي والشهره شهرتي. احنا مش عايزين مشاكل، لا تنقمص وتسيب البيت وتمشي خالص. في 60 داهيه المركب اللي تودي. عايزه تقعد بمزاجي وبطريقتي، مش عايزه تقعد تغوط. طب اني بنقول لك لايمها احسن يا حسب الله، اقولك ايه؟ ما تلم يدك يا سكينه شويه، يدك مخرومه يا اختي. اسكت انت ما تتكلمش، ولا هو عملك دلدول له؟ ده عاوز ياكل كل حاجه في كرشه. حد فيكم سأله الهدوم اللي هو لابسها دي جايبها منين؟ ولا الحشيش اللي مالي جيبه بيدفع مصاريفه منين؟ ما هو من دمنا احنا. قالوا بعد كده يقول لي ما تبعزقش يا سكينه. داني الخمره اللي بنشربها يا اخويا من خمره الزباين اللي بيدفعوا تمنها. خلاص يا اختي نلم ايدينا شويه عشان المركب تمشي. خلاص، اللي مش عاجبه نفض الشركه. مش هنفضها يا حسب الله، واللي مش عاجبه يتفضل. الباب يفوت 100 جمل يا حبيبي. مين اللي يتفضل يا سكينه؟ مين اللي فكر ودبر؟ مين اللي راح وجه لغايه ما بقى عندكم البيت ده؟ ومين اللي دفع سبع البرومبا؟ ومين اللي كان بيسحب النسوان لحد هنا؟ لا يا عين اختك، محدش هنا بيشتغل لوحده. انا كنت بنسحب نسوان زيك واكتر منك كمان، وكانت دماغي بدماغك خطوه بخطوه. يا جماعه يا جماعه، مش كل شويه تتخانقوا، دي مش طريقه شغل دي. هتقول لي لاختك هي اللي مش مستعبره حد فينا. أنا عارفة انتوا بتستفردوا بيا عشان جوزي مش هنا، لكن أنا بقى لما يرجع مش هنخليه يسافر تاني، وهنخليه يقعد لكم ويشوف شغله معاكم. نسمع كده يقول انها بتحبه وخايفه على احساساته. قصدك ايه يا حسب الله؟ قصدي يعني نخلي الطابق مستور بدل الجرصه اللي انت عاملاها لنا. ملوش عايزه الكلام ده يا حسب الله. يلا ننزلوا نشوفوا الناس، زمان الزباين هتهل. يلا أما ايه يا ولا؟ مش يوم. ايوه اطلعي. اتخانقوا وتفضي المولد؟ لا لسه شويه. هيفضل يحرب لغايه ما تطفش منه. بقول لك ايه يا ولا، ما تدخل في زواجه وتعرف بيطلع من البيت ده هو كام. من عارف يمكن نعمل بيت زيه انا وانت. يا ريت يما يا ريت. وابقى ساعتها المعلم ابو العلب حج وحجيجي، واللي يكلمني احط صابعي في عينيه واخزجهم له. بس يما هنجيب بقى فلوس البيت منين؟ تتدبر يا خايب. لو عرفت تجلب المخفي على عينه جوز اختك الميت على الجرش حسب الله ده جنس كلب ده. اسأليني انا، هي اليد اللي هتاخد التدي. طب ما تعمل فردة على الزباين. ازاي؟ مش فاهم. يعني الزبون اللي بيشرب 4 حجرة قول له 6، واللي بيشرب 6 قول له 10، وهم مساطيل محدش فاهم. وانت يعني فكرك رايح هتهمني نعمل كده؟ دي لو عرفت بقليله هتقلعني هدومي وتكرشني عريان في الشارع. ده يا خايب لو اتجفشت هيجرسوني ويفضحوني، خصوصي كلب الزرايب حسب الله. ده ماسك زل على سكينة ويكلمها من تحت لتحت ويقول لها خلي الطابق مسطور. طب ايه اللي مسطور ده؟ قلت له اسمه ايه؟ اسمه محمد السداد. ده بيشتغل ايه ان شاء الله؟
ده بيشتغل ربيط في محلق قطن بتاع واحد خواجه. واخت مراتك مياله له؟ هتبقى مياله له ازاي؟ ما انت عارف انها متجوزه واحد بيشتغل في السلطه، بس هو شايف نفسه شويه كده وفرحان. اهو هناك اهو. راح فين يا جدع انت؟ أني ايوه انت وحياة امك. انتي حلوة قوي يا خالتي. ليه؟ وامك مش حلوة؟ هي اللي عدمت نفسها من الفكر، مخها شغال على طول ما بيبطلش. أنا عارفة هي بتستحمل دماغها دي ازاي. يلا عشان عندنا شغل. مش عاجبك كلام ولا؟ انا قلت ما تعتبش عتب البيت ده، يعني ما شوفش خلقتك في الناحيه. مش نفهم بس ايه اللي حصل يا معلم؟ انت بتستقبل حياة امك؟ قلت ما تجيش هنا يعني ما تجيش هنا. عمل لي فيها شاب طرب وجاي تستهبلنا ايه؟ شافنا طراطير هات يا معلم انا جاي هنا زبون. بناقص واحد اخويا. اهل البيت مش عايزين يستنفعوا منك، قدامك 100,000 خماره في البلد، اربع في اي واحده وتدرمغ على كيفك. هنا لا، فهمت ولا لا؟ فاهم يا معلم. اتفضل ما اشوفش خلقتك. اضطر انت هتتحنجل لي، ما اشوفش خلقتك هنا تاني هتأمر. اعوذ بالله، ناس يا معلم عرابي تخاف ما تختشيش. يا اهلا يا اهلا يا حبيبه، يا اختي ده اتاري البيت فج نور، ويا دي النور يا دي النور. مرحب بيكي يا استريا، ازيك يا حبيبتي؟ ان شاء الله تسلمي. ما تيجي يا اختي نشربوا شويه شاي ونتحدثوا سوا. كتر خيرك يا ست ريا، هنشقر على نبيها ونجيلك على طول. كرمه كبير ياخد بيدها. بس يا اختي انتوا سكتوا عليها ازاي؟ ده حالتها متاخره قوي. لا انا جبت لها الحكيم، انا مش مقصره معاها في اي حاجه، واول ما ربنا يفرجها هنقلها الاسبيتال. موجبه يا اختي، ما تنحرموش من بعض. انا هنجيب الشاي ونجيلك على البيت. بقرية بنت همام اللي مخها يوزن بلد بزيها، مش عارفة تجر رجل البت عادلة. اجرها فين؟ هنا تشتغل معانا بدل البت نعيمة. بنت نكدية كده وجوزها فقر. عشان مش مطوعاه. مش مطوعان ازاي يعني؟ قصدك ايه؟ البنت استجاري، قالت جاي. بنت اللذينة ده هي اللي كانت بتجري ورايا، اما ما لقاش مني رجا بقى عملت نفسها شريفة. على ايه؟ على دلالك ولا على مالك؟ غيرش انا اللي مخي وسخ. ايوه بقى، انا كان قصدي يعني الصالح بتاع الشغل، يعني عشان كده نبقى انا غلطان. اصل النسوان الكسر اللي بيشتغلوا معانا دول، الراجل لا مؤاخذه يبقى قاعد بيشد مثلا ولا بيشرب، عينه ما تروحش ناحيتهم خالص. لكن عديله بيضه كده ومربربه تخلي الرجاله يجوا مره واتنين عشان يمسجوها. على العموم اني كنا هنعمل كده من نفسي عشان نكبروا الشغل، ما كنتش مستنيه شغل. برافو عليكي، اهو كده تبقي المعلمه ريا صحيح. بس انت تخليك في حالك، ها؟ وملكش دعوه بالنسوان اللي بيشتغلوا معانا. انا يا حبيبي ما بنسحبهمش بالساهل عشان انت تطفش. وانا معقوله برضو يبقى معايا القمر وابص للنجوم؟ أنا مش قمر يا حسن، بس أنا لازم نبقى في عينين جوزي قمر. انت الدنيا بتاعتي كلها ري، ده انت الميه والهواء والنار والدم لو حكم.